السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم جديد ونجم جديد. معانا النجم عماد النحاس هيحكي لنا عن سياسة كابتن مانويل جوزيه. بيقول ان كابتن مانويل جوزيه لما كان الاهلي بيفوز ببطولة في الطبيعي اننا كنا بنفرح كلاعبين، لكن كابتن مانويل جوزيه كان عنده سياسة تانية خاصة بيه. بيقول ان كابتن مانويل جوزيه كان بيحصل مع العكس، كان بيجي تاني يوم في التدريب ويتلكك لاي لاعب فينا ويطرده علشان ينكد علينا علشان ما نفرحش، وكان دايما يقول لنا خدتوا البطوله امبارح يبقى فرحه البطوله تروح معاها، والنهارده يوم جديد نستعد لانجاز جديد. هكذا تكون سمات نادي القرن واكبر فريق في افريقيا والوطن العربي. ده كان يا مكان طبعا. السياسة دي كان بيتبعها كابتن مانويل جوزيه في كل المباريات وكل البطولات اللي كان بياخدها. مانويل جوزيه كان كمان أب روحي للجماهير والألتراس الأهلاوي. كان بيلبس دايما حاجات خاصة بالألتراس الأهلاوي وبيقف معاهم وبيساندهم. وحصلت معاه مشكلة مع نادي الأهلي إنه كان لابس مرة فانيلة الله يرحمه المشجع محمد مصطفى اللي مات في احداث مجلس الوزراء، وكانت حصلت عليها ضجة كبيرة جدا، لكن النادي الاهلي واقف جنب منه ايام ما كان عندنا برضه مجلس ادارة ودعم مانويل جوزيه.